احنا النهارده في زايد ودي كواليس تجديد الفرع. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حاج، عامل ايه؟ بص انا الحمد لله بفضل الله، طبعا ده فرع زايد، احنا بنوضب الفرع ده. طبعا انا خدت مكان وراه صاله، طبعا الفرع ده كان بياخد 8 عربيات، الحمد لله بفضل الله احنا عملنا صاله ورا كمان بتاخد لحد 25 عربيه المكان كله. فقلنا طبعا احنا نوضب الفرع ده، وخدنا كمان مبنى اداري عشان لاستقبال العملاء، حاجه تليق بالعملاء بتوعنا. طبعا دي الصاله اللي هي القديمه دي احنا بنوضبها. تمام. انا طبعا اخدت مساحه حوالي 1200 متر. واو. الحمد لله بفضل الله، عامل صبح هنا كبير، وفي هنا الصاله الثانيه هنا، دي الصاله الجديده طبعا شغالين فيها مش واقفين. الصاله دي بتاخد لها مثلا حوالي 17 عربيه، يعني في الرينج ده كده. في الصاله القديمه بتاخد لها 8 عربيات، يعني في المجمل كله هيخش لك من 23 ل 25 عربيه. ده المبنى الاداري الجديد، تعالى برضه انا عايز تبص عليه. تحفه، احنا محتاجين نتفرج عليه. احنا ليه جددنا الفرع ده تحديدا؟ الفرع ده فعلا وش الخير عليا، وطبعا الصاله احنا بقالنا سنتين او سنتين ونص طبعا ما جددناش فيها حاجه. فطبعا ربنا كرمني ان انا اوسع الصاله الثانيه واخد مكان الاداره. لا انا قلت اوضب الفرع كله ان شاء الله. قريب هيبقى فيها في افتتاح ليه، افتتاح قوي جدا كمان في شهر 11، يعني هيبقى في حته ثانيه خالص، الناس هتبقى مبسوطه بيه. الفرع الايمج بتاعته والوضع بتاعه قوي جدا، حاجه هيتبسطوا بيها يعني. ان شاء الله عاملين عروض قويه جدا الفتره الجايه.